بجد الصينية دي مش بتنزل في معدتي ابدا ابدا، دي بتنزل في قلبي كده، بحبها جدا بالطريقة دي. صينية بطاطس بالفراخ، هي معروفة طبعا ومن زمان، بس انا حابة انقل لكم طريقتي فيها. اللي بيخلي كل قطعة فراخ وكل قطعة بطاطس فيها التتبيلة كده وفيها الطعم الحلو ده. يلا بسرعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ونبدأ الفيديو. لأول مرة يشوفني أنا مها، ودي قناتي ماهي سويتس. يلا بينا نبدأ. معايا هنا كده 5 6 بطاطسات تقريبا، يعني كيلو كده او كيلو الا حاجات بسيطة، او ممكن تزودي الكمية او تقلليها براحتك. انا هقطعها شرايح تكون متوسطة، مش تخينة قوي عشان تستوي بسرعة، ومش رفيعة خالص عشان ما تتهريش معايا. انا بحب اقطعها كرينكلز كده، بتدي شكل حلو. وبعدين هنقعها شوية في مية، مش كتير يعني، لغاية ما اخلص بس بقية الخضار. الفرخة دي انا كنت غسلاها ومتبلاها وشايلاها في الفريزر. دي كانت فرخة بلدي فبتاخد وقت شوية في السوا. الخضار بتاعي بقى عبارة عن 3 طماطمات، طماطميات 3 يعني، و2 بصلة، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، وكم فلفلاية كده رومي من الأخضر. لو بتحبيها سبايسي حطي طبعا فلفل سبايسي، فلفل حراق يعني. هاخد طماطميات دي وهاخد معاهم بصلاية صغيرة وفلفل، وهخلي بصلاية كبيرة و2 فلفل تاني على جنب. التوابل بتاعت زي ما انا كاتباها لكم كده: ملح وفلفل اسود، بهارات، كزبره، كمون، بابريكا، واتنين 3 كده حبهان، ورشه زعتر. بس حطيتهم مع كل الخضار اللي احنا عملناه ده ما دلوقتي. وبعدين حطيت كيس صلصه ومعلقه توم، وفرمته كله بقى. التتبيله دي حلوه قوي، ولما بتتحط على الفراخ وعلى البطاطس بتدي طعم كده يعني خيال. اي بقى اي حاجه دهنيه كده، اي ماده دهنيه امسح بيها الصينيه البايركس اللي هشتغل فيها، بس مسحه بسيطه خالص، لان كده كده الفرخه هتتحط نيه، فهتنزل ميه وهتنزل زيوت وهتنزل الدسم وكل حاجه. رصيت البطاطس بتاعتي، وخدت بقى البصلايه الكبيره اللي انا كنت شايلاها على جنب، قطعتها كده سلايزات كده شرايح، والفلفل برضو الكبير قطعته كده شرايح، وهنزل عليهم بقى بالخلطه الجباره دي. بس شلت منها الاول يعني 3 معالق كبار كده على جنب، عشان ادعك بيهم الفرخه كويس جدا. كملتها بكوبايه ميه او كوبايه مرقه براحتك، بس انا حطيت ميه هنا لان اصلا الفرخه هتنزل المرقه بتاعتها. وادي الفرخه بتاعتي انا بس شقتها كده من النص عشان اعرف افردها، تبقى عامله زي التكه كده يعني. بس انا كده هبدا انا اغازها بقى، علشان تشرب كل التتبيله بتاعتي، وكمان تستوي كلها، اضمن كل الفراخ من جوه استوت، من تحت الجناح ومن عند الورك ومن عند الصدر. وبعدين هبدأ بقى بالخلطة المعلقتين 3 اللي انا شلتهم على جنب، هبدأ احطهم كده على الفراخ وهتبلهم بيها كويس جدا. طبعا هو حلو قوي لو هي الفرخة باتت في التتبيلة دي، او قعدت مثلا 12 ساعة، تغطيها كده بستريتش وتشيليها في التلاجة 12 ساعة او ليلة كاملة. طبعا بيبقى طعمها خرافي، لان ساعتها التتبيلة بتدخل في كل انسجة الفراخ. بس انا طبعا كالعادي والطبيعي ما عنديش وقت خالص زي ما انتوا عارفين، فحطيتها كده زي ما هي. طبعا التتبيله برضو هتبان معانا في الطعم. انا كده كنت سخنت الفرن. اول ما بدات اقطع البطاطس كنت بدات اسخن الفرن على درجه الحراره 180. حطيتها في الرف الاوسط وطلعت بالجمال والحلاوه دي. عايزه اقول لكم ريحتها جايبه اخر الشارع، مع حبه رز يا ست الكل، وحبه سلطه وكده، حلوه قوي قوي قوي. وانتي بقى قولي لي التركات بتاعتك ايه في صينيه البطاطس بالفراخ، اكتبيها لي في الكومنتات واكيد هستفاد منها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو معلومه صغيره، واشوفكم فيديوهات كتيره جديده ان شاء الله باذن الله. يا رب تعجبكم كلها. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وفولو على البيج في الفيسبوك والتيك توك، واشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.